من غير فرد ولا عجن هنعمل أحلى فطيرة بالسكر والكريمة زي اللي بنشتريها من المحلات وأحسن كمان وبأسهل طريقة، ومش هنعجن بقى ولا هنفرد ولا هنتعب نفسنا، هنعملها كده على طول. يلا بقى ندخل على الطريقة والمقادير على طول، بس الأول شوفوا جمالها وحلاوتها، شايفين ما شاء الله أحسن من اللي بتيجي جاهزة كتير. تعالوا بقى ندخل على المقادير على طول. معايا هنا نص كوباية زيت، عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر، عليها كوباية زبادي أو علبة زبادي. ونقلبهم كده مع بعض بالشكل ده كده، نقلبهم كويس قوي. الزبادي هيفصل شوية مع الزيت بس مش مشكلة، هنقلبهم كده كويس قوي لما يتجانسوا كده مع بعض ويبقوا كويسين قوي. تمام كده. معانا لفة جلاش بالشكل ده كده، هنفردها بقى كده قدامنا على الرخامة ونحط كده في الصينية تكون مدهونة زيت، نحط كده أول طبقة بالشكل ده كده، وبين كل طبقتين وطبقتين هندهن بالسائل اللي احنا عملناه، زيت على الزبادي على البيكنج باودر. بين كل طبقتين هندهن، هنحط نص اللفة تحت ونص اللفة التانية فوق. حاولي تقسمي الورق على قد ما تقدري، يعني عدي كده الورق كام ورقة واقسمي نصهم في الصينية من تحت، واي ورق متقطع بقى حطيه في النص. تمام كده. عملت مهلبية عادية خالص، لبن ونشا، ونحط فيها معلقتين سكر، منكترش برضو سكر قوي، وهنعملهم كده على النار. يعني زي المهلبية العادية الخالص، انا مرضتش اصورها لاني مش محتاجة تصوير بصراحة. وبعدين حطيتها كده في النص، وهحط كده بقية الجلاش على سطح الكريمة بالشكل ده كده. تمام. قبل ما نخلص بقى اخر ورقتين هندخل بقى الورق اللي بره الصينية ده، هندخله في الصينية بالشكل ده، بس لازم ندهن برضو بين كل ورقة وورقة عشان يورق معانا كده ويبقى كويس وتبقى جميلة ومش مكتومة ولا حاجة. تمام يا حلوين. تمام تمام. اخر ورقتين بقى كده هنحطهم بالشكل ده كده، ونرفع بقى كده بين، يعني ندخل الطرف ده تحت الفطيرة من تحت بحيث ان هي ما تبقاش ايه، يعني تبقى شكلها حلو. تمام تمام. ان شاء الله المعلومة تكون عارفة اوصلها لكم يعني بالشكل ده كده. واخر شويه بقى معانا كده هنفضهم على سطح الفطيره بالشكل ده كده، ونفرشهم بقى، نفرشهم نفردهم بالفرشه كويس قوي، وندخلهم بقى الفرن لما تحمر وتقب كده معانا وتورق بالشكل القمر ده. وبعدين نطلعها، مش هكمل معاكي تلت ساعه او نص ساعه على حسب الفرن بتاعك، ونطلعها بقى نسقيها بشربات خفيف، ونرش على وشها سكر بودره، وتحط بقى عليها بقى مكسرات، تحط عليها بشر الحاجات بقى اللي انت عاوزاها، حطها على وشها. ممكن تسقيها مكان الشربات لبن بسكر، هتبقى جميلة جدا برضو. انا قلت ازود كمان شوية سكر لان الشربات خلى السكر مش باين يعني. شايفين ما شاء الله القمر ده. ونرش بقى عليها شوية كده جوز الهند، محطتش عليها اكتر من كده وطلعت بالقمر ده. يا رب تعجبكم.